الدنيا ولعت، لا الدنيا بايظه لا هي خربت. هرم كلمني على التليفون قال لي 48 ساعه وتبقى في القاهره، لازم ندور المكنه لان الدنيا رايحه في سكه محدش يعرف نهايتها الا الله. قلت له إيه اللي حصل يا هرم؟ قال لي بيراميدز والزمالك خلاص تضامنوا وفي شكوى هتروح للمحكمه الرياضيه الدوليه ضد الاهلي ورابطه الانديه لان اللي حصل ده تلاعب في اللائحه. قلت له طيب وبعدين؟ قال لي ده رابطه الانديه بعد ما طلعت قرار التخفيض للنادي الاهلي ليله العيد بعدم خصم الثلاث نقاط بنهايه الموسم، طلع النائب احمد دياب بيسرب الموضوع في الكواليس، بيقول لك انا اجازه في العيد وما اعرفش اي حاجه عن البيان اللي طلع من الرابطه او قرار الرابطه. الله، هو احنا بنعيش فيلم كوميدي ولا فيلم هندي؟ رئيس رابطه الانديه المصريه بيقول لك انا ما اعرفش اي حاجه بالقرار التاريخي اللي طلع من رابطه الانديه المصريه بعدم خصم الثلاث نقاط بنهايه الموسم للنادي الاهلي. يعني الكادو اللي انت عملته ده مش انت اللي عامله؟ قال لك لا مش انا اللي عامله. امال شغلانتك ايه يا سياده النايب؟ ده انت رئيس رابطه الانديه المصريه. والكابتن عماد متعب قال لك انا نائب رئيس رابطه الانديه المصريه ليا سنه ونص ما بروحش الرابطه ومقدم استقالتي، وانا النهارده بقولها لكم علنا اللي بيدير رابطه الانديه بقرار فردي وبصفه فرديه هو النائب احمد دياب. النهارده النائب احمد دياب طالع بيخلي مسؤوليه وعايز يقول للجماهير والله شوفوا يا اهلاويه ويا زملكاويه انا ماليش علاقه بالكادو اللي حصل. شوفوا يا زملكاويه عايزين تصعدوا للمحكمه الرياضيه الدوليه صعدوا، شوفوا يا بتوع بيراميدز هتصعدوا برضو صعدوا، عايزين تجمدوا النشاط في مصر جمدوه، عايزين تعملوا اي حاجه اعملوها، انا ماليش علاقه باللي بيحصل ده كله. سبب الازمه كلها رابطه الانديه المصريه ومسؤول في اتحاد كره القدم. في نفس الوقت اتحاد الكره مطلع بيان بيقول لك ممنوع الظهور الاعلامي لكل العاملين داخل اتحاد كره القدم. الدنيا رايحه في سكه مش حلوه، ولكن تعالى كده نشوف الدنيا رايحه فين. شوف يا صديقي العزيز اللي هيحصل دلوقتي سيناريو ملهوش تاني. اول حاجه لما الزمالك النهارده طلع بيان قوي وعنيف بيرد فيه على بيان رابطه الانديه المصريه اللي طلعت البيان بتاعها ليله العيد على امل، على راي هرم قال لي هم فاكرين ان الناس بتعيد ومحدش هياخد باله والموضوع هيعدي وبسلام. لكن الموضوع ما عداش وبيراميدز دخل في الخناقه. طيب انت مالك يا عم بيراميدز؟ الدنيا والعه لوحدها، هي ناقصه ولعه؟ مش كفايه الزمالك اللي دخل ولعها؟ قال لك لا، ما انا طرف اساسا في الموضوع، مش انا بتنافس على بطوله الدوري؟ انا والاهلي والزمالك احنا الثلاثه اصحاب قضيه واحده، وقضيتنا ان القانون واللائحه تطبق على مين؟ على النادي الاهلي. عايزين ايه؟ ان نتيجه مباراه الاهلي والزمالك تعتبر الانسحاب، يعني خصم ثلاث نقاط من الاهلي بنهايه الموسم، واعتبار الاهلي منسحبا اوكي بنتيجه 3-0 ما عندناش اي مشكله. تعال شوف يا صديقي العزيز ايه اللي حصل وايه البيان بتاع مين؟ الساده المسؤولين في نادي بيراميدز. طب ما تيجي تشوف الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق قال ايه؟ طب ما تيجي تشوف ميدو ضرب كرسي في الكلوب وبيقول ايه؟ بص يا صديقي، الكابتن احمد حسام ميدو قال لك احنا هنصعد للمحكمه الرياضيه الدوليه واحنا وبيراميدز مع بعض، احنا الاثنين متضامنين مع بعض، لان اللي بيحصل ده كله دي كلها شغلانه مش مظبوطه، يعني الدنيا مشمومه، يعني انا وبيراميدز ولاد عم حاطين ايدينا في ايدين بعض واصحاب قضيه واحده وبنتحالف مع بعض ضد الاهلي ورابطه الانديه. دي الاولى. استاذ ممدوح عباس قال لك ده اسمه فجر، اسمه فجر، وقال شويه كلمات من نار. قال لك اللي بتعمله رابطه الانديه المصريه وانا اعرف انهم هم كلهم في اجازه رسميه وفي اجازه العيد ومسافرين يطلعوا قرار في الوقت ده، ده قمه الفجور. وقال شويه كلام ما احبش اقولهم. ده اتنين. طب خد تلاته. بيراميدز بعد ما نزل الخطاب بتاعه والبيان بتاعه بيقول لك يا اللي عندكم الازدواجيه في المعايير، يا اللي ما عندكمش دم، يا بتوع رابطه الانديه، انتوا دلوقتي بتقولوا ان بيراميدز ان الاهلي لم ينسحب. الاهلي مهزوم فقط امام نادي الزمالك بنتيجه 3-0. ايوه مهزوم قدام الزمالك 3-0. يعني ايه؟ يعني انا هعتبر الزمالك فاز على الاهلي 3-0 فقط لا غير. راح بيراميدز قال ايه؟ طب شوفوا يا بتوع الرابطه، يا اللي عندكم ازدواجيه في المعايير، يا اللي مش مظبوطين، اقروا هذا البند في اللائحه عندكم علشان انا لما ما احبش اروح اي مباراه ما اروحهاش، اخد راحه سلبيه واريح اللعيبه بتاعتي. حلو، وانا عارف نتيجه المباراه خلاص انا هعتبر مهزوم فقط لا غير. طبعا بيراميدز بيضرب ايه؟ بيضرب الدنيا من تحت علشان يسخنها ويولعها. راح معلي من فوق وقال لك مش الاهلي ده بيلعب في كاس العالم للانديه؟ لازم العالم كله يعرف مين هو الاهلي. الاهلي اللي هو مش بتطبق على اللائحه، الاهلي اللي هو مش ماشي مظبوط مع رابطه الانديه، اللي الدنيا عندهم ماشيه فيها ازدواجيه في المعايير. احنا عايزين نفضح الاهلي امام العالم كله. انتوا عايزين تفضحوا الاهلي ولا عايزين حقكم؟
والاهلي يتفضح في ايه؟ طب هتيجي تقول لي يا قناص هو مش يرضي ربنا، او اللي يرضي ربنا كان ان الاهلي يعتبر منسحب امام نادي الزمالك وتطبق عليه قاعده الانسحاب بخصم 3 نقاط منه بنهايه الموسم زي ما حصل مع الزمالك السنه اللي فاتت. اقول لك تعالى، الجزئيه دي انا قلت لك فيها جزئيه واضحه وصريحه. الزمالك لما خد قرار الانسحاب كان قرار عندي بيقول لك لازم الاهلي يلعب كل مؤجلاته الاول علشان انا العب مع المباراه المؤجله الاول بتاعتي، يعني الاهلي يخلص مؤجلاته كلها ثم العب مباراه الاهلي بعد ما الاهلي ينتهي من كل مؤجلاته. دي الاولى. الاهلي الثانيه لما قال لك ان احنا مش هنروح نلعب مباراه الزمالك، قال لك ايه؟ علشان الحكام الاجانب. احنا كالنادي الاهلي طالبين حكام اجانب، ورابطه الانديه طلعت بيان رسمي وبعتته لاتحاد الكره، ثم بعتت الخطاب ده لينا وبتقول نظرا للنزاهه والشفافيه عايزين حكام اجانب للاهلي والزمالك وبيراميدز، واحنا نتكفل باستخدام حكام اجانب. امسك على دي. انا غلطت الاهلي وقلت ان القرار مش كويس، ولكن امسك على دي. النهارده بيراميدز بعد ما بعت خطاب رسمي لاتحاد الكوره يوم الجمعه يوم 28 مارس علشان المده القانونيه بتقول 14 يوم لازم تطلب طاقم تحكيم اجنبي قبل 14 يوم، يعني في عدد 14 يوم بالظبط، اسبوعين عدهم على ايديك. بيراميدز بعت يوم الجمعه، والجمعه اجازه رسميه. اتحاد الكوره قبل طلب بيراميدز، وبيراميدز قال لهم ايه في الخطاب؟ هنبعت لكم الفلوس بعد اجازه عيد الفطر المبارك علشان العيد الدنيا اجازه فيه، وكل عام وانتم بخير، مفيش بنوك شغاله. طيب النهارده بيراميدز راح باعت لاتحاد الكوره بيقول لهم احنا لغينا طلب استخدام حكام اجانب لمباراه مين؟ لمباراه النادي الاهلي. ده تمهيد لقرار اخر هيتخذه بيراميدز خلال الايام القادمه. دي الاولى. الاهلي الناحيه الثانيه وفقا للكواليس يعني قالوا مش رابطه الانديه دي مطلعه خطاب رسمي بتقول هتجيب لنا حكام اجانب لمباراه الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ طب احنا عايزين حكام اجانب في ماتش بيراميدز، ورابطه الانديه تدفع الفلوس، احنا راكبين الدويخه. والاهلي قال لك حلو انا هزق في المرجيحه ومرجح الكل. دلوقتي الزمالك ادى شعور بالانتصار هو وبيراميدز للمسؤولين في النادي الاهلي ولجماهير الاهلي. ليه؟ بدل ما كان الاهلي دلوقتي مزنوق والمفروض يطبق القرار التاريخي بتاعه بالانسحاب من بطوله الدوري، قلنا الكلام ده مش هيحصل. الاهلي دلوقتي بيشعر بعمليه الانتصار والرضا. حلو قوي، الجماعه ركابهم بدات تخبط في بعض، يبقى انا هدوس واكمل. اللي جاي لي في الملعب يجي لي جوله، واللي مش عايز يجي مفيش مشكله، هاخدك جوله والحكم بعد المداوله، يعني بعد نهايه بطوله الدوري العام المصري. لو الدوري ده بيراميدز هيشعر بان هو رايح للنادي الاهلي، خلاص الاهلي هيحسمهم في ارضيه الملعب، والزمالك نفس القصه. توقع اي شيء من الممكن يحدث. المشهد عبثي القادم، وتطورات فصول المشهد خطيره جدا ومثيره جدا، لان الارتباك بيزيد خطوره. لما يجي رئيس رابطه الانديه يقول لك انا ما اعرفش اي حاجه، الموضوع خارج تسريبات، ده في تسجيلات وفي فويسات صوتيه. المواضيع اللي في الكواليس لو طلعت للعلن امام الجماهير هتبقى الترابيزه مش اتقلبت، هتبقى الترابيزه اتكسرت. اللي بيحصل ده مهزله، ما يحصلش في دوره رمضانيه. نناشد الساده المسؤولين ليس على الكره المصريه ولكن السيد المسؤول وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، انقذ الدوري المصري من الضياع والانهيار. العبث وصل لذروته والمشهد وصل لنهايته. النهايه كارثيه والمشهد كابوسي. اللي بيحصل ده يرضي مين؟ يرضي مين يا بني ادمين؟ احنا في اجازه عيد واجازه رسميه. ازاي الخطابات وازاي القرارات بتطلع في الاوقات الغير رسميه؟ ازاي؟ لمين ولصالح مين؟ ايهاب الكومي لما قال لك الدوري بيطبق لبيراميدز توقف. ده لما قال لك الدوري بيتعمل لبيراميدز علشان الجدول بتاع الفجر طلع جدول مش مظبوط، وجدول مش بالذكاء الاصطناعي، جدول موجه. بيراميدز الناس هناك قالوا لك يا جماعه انتوا ليه بتفتروا علينا؟ رابطه الانديه راحت طلعت وانكرت، قالت لك احنا ما عملناش قرعه للدور الثاني، لا ذكاء اصطناعي ولا مش ذكاء اصطناعي، احنا عاملين القرعه من الدور الاولاني وبالارقام. تبص على الارقام بتاعه المجموعه المتنافسين، وتبص على ارقام المجموعه التسعه التانيين اللي هم بيتصارعوا على الهبوط، من اللي يقعد ومن اللي يهبط، هتلقى في اختلاف في المراكز. ما هتلاقيش هنا الاول بيلعب مثلا التاسع، وهناك الاول بيلعب المفروض التاسع، والتاني يلعب الثامن، والتاني يلعب الثامن. المفروض ده الترتيب لو انت بالارقام، لكن كل حاجه مش مظبوطه. الدنيا مضروبه، وانا وانت عارفين الدنيا مضروبه، وانا وانت شامين ان الريحه مش مظبوطه، وان الريحه رايحه سكه شمال. انا وانت المشاهد كلها مرسومه قدامنا ان الدنيا بايظه والدنيا خربانه، والمسؤولين عارفين، واللي بيدوروا عارفين، وعارفين لمين اللي صالح مين بتتظبط علشان مين. طب ده كله هيوصلنا لفين؟ ما هيوصلنا هتبقى قفل الضمنه، والدنيا هتبوظ اكتر ما هي بايظه.
هتفوقوا وتنقذوا المشهد ده من الدخلاء على الوسط الرياضي اللي بيدمروا الكرة المصرية، ولا هتسيبوها تتدمر؟ عايزين تسيبوها تتدمر؟ سيبوها تتدمر. عزيزي المتابع، أنا في أجازة عيد الفطر المبارك، ويبدو أنني سأنهي هذه الأجازة مبكرا وسأعود للقاهرة وسريعا بناء على طلب من فريق العمل، لأن الدنيا رايحة في سكة مش حلوة. صلى على النبي واضرب اللايك واشتركوا وفعل زر الجرس على قناة القناص على اليوتيوب، واللي جاي من عند القناص شديد بإذن الله. دمتم على خير، وعلى خير يكون اللقاء بيننا، وربنا يسترها من اللي جاي. سلام.